في يوم 29 أغسطس سنة 2005 اتعرضت أول حلقة من المسلسل العظمة بريزون بريك. في الفيديو ده هقولك ليه بريزون بريك مسلسل عظمة. الحلقة الأولى عندنا بتبدأ ببطلنا مايكل سكوفيلد، المهندس العبقري اللي بيقرر بين يوم وليلة إنه يبقى مجرم ويروح يسطو على بنك، وكل ده عشان يطلع أخوه لينك المحكوم عليه بالإعدام لأنه متهم في قضية قتل أخو نائبة الرئيس. بعد ما بينفذ بطلنا سكوفيلد عملية السطو المسلح بيروح لنفس السجن اللي أخوه فيه. تنتهي الحلقة الأولى من بريزون بريك بالمشهد العظمة. سكوفيلد كان عامل حساب كل حاجة وراسم خريطة السجن على ظهره. مش بقولكوا عبقري؟ لكن عشان سكوفيلد يهرب لينك كان لازم يهرب معاه باقي المجموعة زي سكري وسي نوت وتي باج وجونا بروزي. ومن هنا بطلنا بيبدأ يخطط ازاي هيهرب المجموعة دي كلها بخدعه وحيله العبقرية. لا استنى، الهروب ما كانش بالسهولة دي. نهاية الموسم الأول بتنتهي ومايكل واللي معاه ما بيلحقوش الطيارة اللي كانت مستنياهم، وبتكون الشرطة بتطارد أبطالنا، وحاجة توقع القلب خالص. We do now. We run. This way. This way. ومن هنا بيبتدي الموسم التاني بشخصية جديدة اسمها ماهون، وهو عميل فيدرالي اللي بيتولى قضية سكوفيلد والمساجين اللي هربهم. وده نقدر نقول انه ند بطلنا سكوفيلد في الذكاء والعبقرية. الموسم ده كان عبارة عن مطاردة طويلة بين الشرطة والمساجين، وكعادة بريزون بريك لازم يحطوا لينا نهاية توقع القلب. في آخر الموسم التاني بعد ما تم إثبات براءة لينك بيفرح هو سكوفيلد، لكن فرحتهم ما بتدومش. مايكل بيدافع عن سارة وبيشيل عنها قضية قتل العميل الفيدرالي اللي شغال مع منظمة الشركة، وبكده بينتهي الموسم التاني بالنهاية السوداوية دي، ومايكل داخل سجن جديد، سجن سونا. وبيبتدي الموسم الثالث بمايكل وهو في سجن سونا. مايكل بيكتشف ان منظمة الشركة بعتته السجن عشان يهرب ويسلر عاملهم. الموسم ده بالذات نقدر نقول عليه انه جيد. كتاب المسلسل حاولوا يقلدوا نفس تجربة الموسم الاول في سجن فوكس ريفر، لكن التجربة ما كانتش بنفس المستوى. مع ذلك كلنا نفسنا نفقد الذاكرة عشان نرجع نتفرج على بريزون بريك ونشوف عظمة شخصياته اللي حبيناها، زي بطلنا العبقري مايكل سكوفيلد اللي بيقدر بذكائه دايما انه يخرج من اصعب المواقف. مايكل هو المحرك الرئيسي لبريزون بريك، ومن غيره ما ينفعش يكون فيه بريزون بريك اصلا. بعد كده بيجي عندنا ماهون اللي زي ما قلتلكوا قبل كده انه ند مايكل. كل المشاهد اللي جمعت بين مايكل وماهون كانت ممتعة جدا، وانت بتتفرج هتستمتع بالصراع اللي حاصل بين ماهون وسكوفيلد. الشر في بريزون بريك بيتمثل في شخصية تي باج. تي باج بيعمل كل حاجة وحشة ممكن تتخيلها، قتل، تحرش، سرقة، يعني بالعربي كده ده الراجل اللي هز عرش إبليس. لما بشوف لينك مع مايكل بفتكر عادل إمام في مسرحية مدرسة المشاغبين لما قال لسعيد صالح أنا المخ وانت العضلات. لينك دايما تصرفاته سابقة تفكيره، وهو فعلا العضلات في بريزون بريك، وكان جامد في كل مشاهد الأكشن اللي ظهر فيها. قصة بريزون بريك خلته واحد من أحسن المسلسلات في تاريخ التلفزيون الأمريكي. ده كان أول مسلسل يقتحم عالم السجون وينقل لينا كل تفاصيلها. كمان من ضمن نقاط القوة في المسلسل مشاهد الهروب في الموسم الأول والثالث اللي اتنفذت بشكل مشوق يعيش المشاهد في الحدث، على عكس الموسم الخامس اللي كان أسوأ مواسم بريزون بريك وأضعفهم حبكة في طريقة الهروب. ناس كتير شايفين إن بريزون بريك كان لازم ينتهي عند الموسم الرابع بموت مايكل، وبسبب ردود الفعل السلبية على الموسم الخامس قررت شبكة فوكس إنها تلغي الموسم السادس اللي كان هيتعمل عشان تنتهي معانا رحلة بريزون بريك أخيرا. في نهاية الفيديو حابب أقول إن أنا بحب بريزون بريك بكل مميزاته وعيوبه، واللي بقوله ده مش هينفي إن أنا نفسي أفقد الذاكرة وأرجع أشوفه تاني.